حاجات مهمة قوي يا جماعة قوي، لازم تعملوها قبل ما تتفرجوا على الماتش. اول حاجة منهم وهي حلة المحشي اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. ما بهزرش على فكرة. يعني افرض خسرنا مثلا، افرض خسرنا، نخسر واحنا جعانين؟ اكيد لا. لازم طبعا نعمل حلة المحشي اللي انتوا شايفينها الاول دي، ونعمل كمان معاها الثلاث فراخ المحشيين المشويين دول. يعني نبقى بنتفرج على الماتش كده واحنا متغذيين، فاهمين؟ يعني عندنا طاقة، ما نبقاش هفتانين كده وقاعدين كده كسلانين وجعانين. لا، نغذي نفسنا كده الاول، نبقى بنتفرج كده واحنا كلنا طاقه كده وقوه، بحيث لو خسرنا اللي يجي له جلطه ولا سكته قلبيه ولا اللي يحصل له اي حاجه يموت شبعان، حتى يقدر يمسك نفسه ويناهد ويزعق، وان إن كسبنا يقدر يفرح، ان خسرنا يقدر يعيط وهو شبعان كده، وربنا يستر طبعا. المهم يعني هقول لكم على شويه افكار وحاجات حلوه. طبعا الفيديو للستات، هقول لكم على شويه افكار حلوه كده او شويه اكلات يعني نعملهم واحنا بنتفرج على الماتش، بحيث يعني تحلي القعده كده، وبحيث كمان يعني لو خسرنا ولا حاجه نبقى حتى واكلين اكله حلوه كده يعني تهون علينا شويه. بس يعني ده الغرض من الفيديو. المهم يعني طبعا اكتر حاجه تليق بقى بما ان احنا كده في الشتاء، حله محشي ورق العنب اللي احنا عملناها دي، وعليها معلقتين سمنه كده عشان يناموا هم بيتفرجوا على الماتش، ما يلحقوش يكملوا الاخر. وبس. وهنعمل بقى جنبها كده صينيه مكرونه بشاميل كده. احنا عملنا المحشي، محشي ورق العنب او كرنب بقى طبعا زي ما انت عايزه، و... وعملنا جنبه الفراخ. وهنعمل بقى دلوقتي صينيه مكرونه بشاميل. احنا هنظبط القعده يعني، هننتقم. نعتبره مثلا كده احتفالا. احنا ممكن نعتبر والله كده يعني، نبقى حتى كأننا يعني بنتفائل ان احنا نكسب ان شاء الله. المهم خلاص، حطيت طبقة المكرونة تحت ونزلت عليها بالفراخ، طبعا فراخ او لحمة بقى زي ما انت عايز، وطبقة المكرونة التانية وادي البشاميل وبس. وهندخلها بقى الفرن تستوي وتطلع بقى بالمنظر الرائع اللي انتوا هتشوفوه قدامكم دلوقتي ده. ايه رايكم بقى؟ شكلها روعه. طبعا كل الوصفات اللي هنعملها دلوقتي في الفيديو ده هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف، لو انتوا عايزين تشوفوا الفيديوهات دي بالتفصيل يعني وطريقتها ازاي بالظبط. بس نقطع بقى المكرونه البشاميل. شايفين شكلها اصلا جوسي وطريه صيصه من الاخر حلو طريه ها. بس خلاص بقى دلوقتي نحطها في نركنها بقى على جنب. خلاص كده عملنا مكرونه بشاميل والمحشي والفراخ. نعمل بقى كمان طاجن حلو كده، فراخ بالخضار جنبه. قطعت شويه خضار، بصل على طماطم على بطاطس على فلفل، على فلفل حراق. نزلت عليهم بشويه بهارات وشويه كمون، فلفل اسود، بهارات مشكله، وحطيته في الفرن يستوي. واول ما خلاص استوى رحت مطلعه، حطيت له شويه توم كده، طشه كده انا عاملاها، توم وكمون وشويه كزبره كده اللي هي طشه الملوخيه دي، ورحت حطها على الوش ودخلته كمان الفرن 5 دقايق يغلي مع الطشه دي وبس، وطلعته. انا هنا في جنبه رز عشان انا يوم ما كنت عامله جنبه وبس رز. كده كده الطاجن، المحشي، الفراخ المشويه، المكرونه البشاميل وبس. الماتش بقى هيبدا وعايزين بقى نحلي. كلنا بقى وخلاص الماتش هيبدا بقى وهنقعد عايزين بقى نحلي. عملت بقى شويه سلطه فواكه اللي انتوا شايفينهم دول، بيبقوا روعه كده بقى. خلاص الماتش بقى بدا وقاعدين بقى كده فاضيين ومستعدين واكلين شبعانين الحمد لله. نحلي بقى كده ونتسلى واحنا قاعدين بنتفرج على الماتش. تعملي بقى شويه سلطه الفواكه دول كل واحد طبق كده، يعني بتبقى حلوه قوي بصراحه. نيجي بقى دلوقتي هنبلع السلطه، هناكلها كده يعني، لا عايزين معاها شويه عصير. فجبت منجايه، دي كانت المنجايه الوحيده اللي حيلتي. هي كانت منجايه واحده كده. هقولك شوف، انزلي شوفي الفيديو ده تحت، حلو قوي هيعجبك. هقولك ازاي تعملي بمنجايه واحده 12 كوبايه عصير. ولا سحر ولا شعوذه، والله العظيم ما كدب ولا اي حاجه. بس والله انزلي شوفي الفيديو وانت هتعرفي ازاي. منجايه واحده، هي المنجايه اللي انت شايفاها قدامك دي، خدتها ضربتها في الخلاط هتعمل معانا 12 كوبايه عصير. يعني لو 12 واحد قاعدين بيتفرجوا على الماتش وانت ما عندكيش الا المنجايه دي بس، هتقضي ال 12. يعني والله العظيم حاجه كده من الاخر يعني، مفيش كلام. انزلي شوفي الفيديو هيعجبك قوي، يعني اعرفي ازاي المانجا دي عملت ال 12 كوبايه اللي انت شايفاهم قدامك دول. شايفين؟ عديهم 12 كوبايه ونص على فكره، والله العظيم ونص. بس النص انا شربته. هو ما ملاش الا نص كوبايه بس، شلت انا النص في الاخر، شربت انا يعني عشان ما كملش الكوبايه. لكن المانجايه الواحده عملت 12 كوبايه، هتشوفوا دلوقتي. احنا خربنا الدنيا وبهزرنا وصرفنا ويعني قلبنا الدنيا في اول الفيديو، هنوفر بقى في اخر الفيديو يعني. صرفنا كتير بصراحه في اول الفيديو، محشي يعني ورق عنب وفراخ مشويه ومكرونه بشاميل وطاجن بالفراخ، يعني بهزرنا الصراحه. نوفر بقى خلاص في اخر الفيديو منجايه واحده تعمل لنا 12 كوبايه عصير، هيبقى الفيديو كله كده خرب في خراب. وكمان ممكن نخسر يعني، تبقى مصيبه موت وخراب ديار زي ما بيقولوا. ان شاء الله مش هفول ان شاء الله نكسب. المهم خلاص دلوقتي شايفين بقى 12 كوبايه عصير اهو. نص الكوبايه اللي انا صبيته دلوقتي ده اللي هو ال 12 كوبايه ونص اللي انا بقول لكم عليهم، يعني ده النص بقى اللي انا شلته ده. انا هم عملوا 12 كوبايه بالظبط من منجايه واحده.
شوفي الفيديو هيعجبك بصراحه والله. العصير في الاخر بيطلع فعلا جميل، ولا بتحسي باي فرق يعني. هو عصير مانجا بس. ازاي بقى المانجا تعمل 12 كوبايه؟ هتشوفي. شوفي انت بقى الفيديو يعني لو عايزه تعرفي. المهم هنا بقى كنت بوريكي حركه كده، انك بعد ما تعملي العصير قبل ما تصبيه في الكوبايات دي، يعني دي حاجه كان المفروض اعملها قبل ما اصبه في الكوبايات يعني. مقاطع الفيديوهات دخلت على بعض يعني. المهم يعني قبل ما قبل ما تصبي العصير في الكوبايات، قطعت كده حتت من المانجا في العصير نفسه، عشان اللي بيشرب بقى يحس ان العصير كده ايه يعني، غني كده معاه وحلو يعني، في حتت كده زي المحلات يعني. وطبعا هنا بقى خلاص يعني حلينا، كلنا المحشي، مالينا الكرش والحمد لله، وظبطنا نفسنا. اللب بقى، اللب ده اللي هو مفيش غنى عنه، اي اتنين اصلا سهرين مع بعض وبياكلوا لب من غير بقى ولا ماتش ولا اي حاجه، ده اساسي للسهر يعني اللي هو اللب. هاتي بقى شويه لب كده على شويه فول سوداني وحاجات كده تظبط القعده، ده بقى اللي هيستمر بقى معاهم طول الليل بقى يعني. كلوا خلاص هيفضلوا بقى يقزقزوا في لب كده طول ما هم قاعدين ويزبلوا لك الدنيا، وحاجه تقرف يعني والله العظيم هم. المهم بس هاتي بقى شويه لب وشويه فول سوداني كده، دلعي بيهم القعده، وتبقى انت كده خلاص ظبطتي الدنيا. اللي هو لو جوزك مثلا مش عايز يتفرج على الماتش في البيت، تبقى انت كده جبتيه من قفاها يقعد غصبا عنه يتفرج على الماتش في البيت بكل المولد اللي انت عملته له ده. وبس دي كده كانت شويه افكار حبيت ان انا اقول لك عليها، يا رب تكون عجبتك. وبس نصيحه مني بقى والله العظيم، ولا تتفرجوا على ماتش ولا كلام فاضي، خشوا ناموا تصبحوا على خير. سلام.